بما إننا في مستشفى للطب النفسي وعلاج الإدمان، تعالوا النهارده أعرّفكم مين الشخص اللي لازم يتحجز في مستشفى للطب النفسي وعلاج الإدمان أو مصحة نفسية أو زي ما بيقولوا كده عليها مستشفى المجانين. بس الحقيقة مش أنا النهارده اللي هاجاوبكم على السؤال ده زي ما أنتم متعودين، اللي هيجاوبكم على السؤال ده النهارده هو دكتور أحمد موافي، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان والمدير التنفيذي لمستشفى موافي للطب النفسي وعلاج الإدمان. تعالوا معايا ويا رب نلاقيه فاضي بس. ازيك يا دكتور؟ فاضي نسألك شوية أسئلة؟ ايه السبب اللي ممكن يخلي نزيل او مريض يتحجز في مستشفى للطب النفسي وعلاج الادمان او زي ما بيقولوا كده مستشفى المجانين؟ يا نهار ازرق. انت معلش بقى عندنا تصوير النهارده، انت بتصور ولا ايه؟ كل ده طالع. بص يا سيدي، اول سبب في مثلا مريض الاكتئاب. مريض الاكتئاب ده ممكن يكون عنده عدم رغبة في الحياة وميول انتحارية، ده لازم يتحجز فورا. اي خطر على حياة المريض او على حياة اي حد تاني غير المريض برضو ده لازم يتحجز، خصوصا لو كان مريض اكتئاب. تاني حاجة بقى، ممكن يكون مريض نفسي اصلا بياخد علاج بس رفض ياخد العلاج، ده معناه ان في بوادر انتكاسة، فهو كده قرب ينتكس ولازم يتحجز في المستشفى. تالت حاجة ان المريض ده يكون عامل خطر زي ما قلنا على حياته او على حياة حد، يعني ممكن يكون المريض ده مثلا بيهدد حد في العيلة، انت بتأذيني ده انا هروح اموتك، ده انا هروح اعمل كذا. كل الحالات دي لازم يتحجزوا في مستشفى نفسي على طول فورا بدون اي مقدمات. طيب لو حد بيتعاطى مضاد مخدر هل ده مكان مناسب ليه؟ اه طبعا المخدرات برضه او اللي بيشربوا مخدرات لازم يتحجزوا. ليه؟ لان في الادمان حاجه اسمها فقدان البصيره او الاهليه اصلا او الوعي، هو مبيبقاش عارف هو مريض او مش مريض، فده لازم برضه يتحجز لانه بيمثل خطوره على حياته او ساعات على حياه الاخرين. بس يا معلم، فاللي عايز تجيبه من اصحابك هاته وتعالى.